طفلة بتشوف أختها وهي بتموت قدام عينيها من وحش بشري، فبتقرر إنها تنتقم من اللي عمل كده بنفس الطريقة اللي قتل بيها أختها. بس قبل ما ابتدي الفيديو يا عزيزي المشاهد، ما تنساش تتابعني على الصفحة الجديدة، لأن الصفحة القديمة بقى عليها مشاكل كتير في النشر، والصفحة الجديدة هينزل عليها المحتوى اللي انتوا بتحبوه، فما تنسوش تتابعوني عليها يا أجمد بونجاوية على الكوكب، واللي انت هتشوف صورتها تحت الفيديو ده كمشارك عمل. مستنيكوا يا أحلى إخوات، وعشان ما أطولش عليكم يلا بينا نبدأ الفيديو. بيبدأ الفيلم في شركة مع واحد اسمه سانج، وبيكون بيحكي لمدير الشركة اللي هو خاله انه تعبان جدا في موضوع الفلوس، وان الدنيا مزنقة معاه على الاخر. لكن رد خاله بيكون ببرود، وبيقول له كل الناس عندها نفس المشاكل، بس بيحكي له عن البنت اللي اسمها يونج اللي بتكون موظفة في الشركة عنده، وبيقول له انه كان عايز يطردها وجابها عنده في المكتب وضربها بالقلم، لكنها كانت بتصوره وهو بيضربها، عشان كده هددته انه لو ما جابش ال 300 الف دولار هتنشر الفيديو وتفضحه. وبيحط الشنطة دي قدامه، وبيقول له انه مش هيقدر يثق في حد الا هو، وبيطلب منه يودي لها الفلوس ويجيب منها الموبايل اللي عليه الفيديو. بيكون ماشي، بس الرئيس بيسأله ان كان لسه بيكلم تاي ولا لسه، فبيقول له لا، فبيقول له الرئيس احسن لانه اول ما جه ابوك مات على طول، وبيطلب منه يبعد عنه وما يديلوش رقمه. بيتذكر سانج اللي حصل معاه وهو صغير، وهو ان ابوه كان بيعتدي عليه بالضرب، لحد ما جه يوم واخوه الصغير تاي قال له تحب اخلص على ابوك وبعدها نلعب، فبيضايق منه سانج وبيقول له ازاي بتقول كده، لكنه لما بينام وبيصحى بيشوف زجاجه مبيد حشري قدامه، وابوه قدامه بيصارع الموت، وفجاه اخوه بيطلع من وراه وبيقول له يلا ننفذ وعدك وتعالى العب معايا. وبنروح لمكان تاني في سوق الخضار، بيكون في واحده اسمها سون من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبتشتغل هناك بياعه خضار. وفي يوم بيجي شخص وبياخد مكانها اللي كانت بتفرش فيه على طول، فبتجري عليه عشان تتخانق معاه، ومع انها صغيره في السن الا انها ضربت الراجل واخدت حقها منه. بتروح بعدها تقابل اختها جونجا اللي بتكون راجعه من المدرسه، وبتشوف الضربه اللي في وشها وبتسالها مين اللي عمل فيها كده، فبتقول لها اللي حصل، وبعدها بتقول لها انها لازم تسيب المكان بتاعها وتروح تبيع في مكان تاني عشان الارض دي مش بتاعته. لكن سون بتزعل وبتقول لها ان جدتها قالت ان المكان ده بتاعها، وبتفضل تعيط، بس بعد شويه بتنسى وبتركب اختها على العربيه دي وبتفضل تمشي بيها وهي بتغني. وبنروح لسانج اللي بيروح لاخوه تاي وبيطلب منه يجيب التليفون من يونج من غير ما يديله الفلوس، لان الفلوس بتكون لمعت في عينيه، وراح لاخوه عشان عارف ان هو الشيطان زيه. وهم قاعدين بيكون في ناس جنبهم صوتهم عالي، فسانج بيقول ان الاغبياء جابوا ليه صداع، وتاي بيقول نفس الكلام اللي قاله اخوه بس بصوت عالي فشخ. فبيقوم ليه واحد من الناس اللي قاعدين عشان يتخانق معاه، بس تاي بيخلص عليه في ثانيه الا ثانيه، وبيقع على الارض غرقان في دمه. ومش هو بس، لا، كل الناس اللي معاه. سانج بيكون قاعد مرعوب، لكن تاي بيكون قاعد عادي وكأن اللي عمله ده طبيعي، وبيرجع يكمل كلامه عادي. بنروح ليون اللي بتخبط عليها صاحبة الشقة عشان تاخد منها الإيجار، فبتفتح لها أخت يون اللي اسمها ناري وبتضحك عليها وبتقول لها إن أختها مش في البيت، فبتقول لها صاحبة الشقة تقول لأختها إن لو ما دفعتش الإيجار هترميهم في الشارع زي الزبالة. ولما بتمشي بتدخل ناري وبتقول ليون، فبتقول لها ما تشيلش الهم لأنها هتجيب بيت قريب. وبيرجع الباب يخبط وبتروح يون عشان تفتح المرة دي، ولما بتفتح بيكون تايه على الباب، فبيقول لها تجيب الموبايل، بس هي بتقول له قول لرئيسك في فلوس يبقى في موبايل، بس ما فيش فلوس كل سنة وحضرتك طيب. وبتكون رايحة تقفل الباب، بس تاي بيمسكه وبيقول لها الباب ده لو اتقفل هقتلك، لكنها مش بتهتم وبتقفله. فعلا تاي بيكون قد كلامه وبيخلص عليها بكل وحشية. بعدها بيدخل البيت وبيشوف ناري وبيسألها عن امها، فبتقول له انها ما عندهاش ام، فبياخدها معاه للبيت وبيقول لها انه هيشرب دلوقتي ويدي لها فرصة انها تهرب، لكن لو ما قدرتش انها تهرب هيخلص عليها زي ما عمل في اختها، وحتى لو جابت حد عشان يدافع عنها هيقتله. واول ما بيصب المشروب بتفضل ناري تجري لحد ما بتخرج وبتوصل لبيت سون وجونج اللي بيخلوها تتعشى معاهم، وبيحاولوا ان هم يسالوها عن بيتها وان كانت تايه ولا لا، لكن ناري من الصدمه مش بتكون قادره تتكلم وكانت بتعيط وبس. وتاني يوم بيقرروا ياخدوا ناري لمركز الشرطه عشان بيكونوا شاكين انها تايهه، وهم في الطريق سون بتكون نسيت حاجه فبترجع عشان تجيبها، وبيفضلوا ناري وجونج لوحدهم، وللاسف بيقابلهم الشيطان تاي. سون بتكون جايه فبتسمع صوت اختها جونج وهي بتصرخ، لكن قبل ما يخلص عليها تاي سون بتضربه وبتاخد اختها، وبنعرف ان ناري هربت. سون بتاخد جونج تحت الشجره دي وبتروح عشان تجيب حد يساعدهم، لكن ده بيكون اكبر غلط عملته لان تاي بيجيلها وبيخلص عليها. بعدها بتيجي سون مع الشرطي وبتلاقي اختها اختفت تماما، فبتفضل تعيط زي الاطفال. ولما الشرطي بيسالها عن شكل المجرم بتوصف ليه وصف طفولي، فبيقول لها ان اختها اكيد مشت بس عشان ما قدرتش انها تتحمل مسؤوليتها. بعدها بنروح لتاي اللي بيروح لاخوه سانج، وبيكون سانج معاه حارس عشان خايف من اخوه. تاي بيتكلم معاه عن ناري اللي هربت وقدرت تفلت منه بذكاء. سانج بيتعصب وبيقول له انه ممكن تتكلم وتفتح بقها في اي حاجه، لكن تاي بيقول له انه هيجيبها قريب. ولما بيساله عن الموبايل بيقول له انه قلب البيت من فوق لتحت لكنه ما لقاهوش، وبيسكت لما بيشوف الحارس اللي جايبه سانج، وبيعرف ان اخوه جايب الحارس ده عشان يحميه لانه بيكون خايف منه. وبدون مقدمات الحارس بيهجم عليه بكل شراسه، لكن تاي زي كل مره بيقدر يخلص عليه. سانج بيشوفه بيجري العربيه بتاعته عشان يجيب حاجه يدافع بيها عن نفسه. تاي بيخرج وراه، لما بيشوفه مرعوب بيضحك وبيقول له يلا عشان نتعشى. وبنروح لسون اللي بتحلم ان اختها ماتت، فبتقوم مفزوعه وبتلاقي ناري في وشها، فبتتعصب عليها لانها بتكون مفكره ان تاي يبقى ابوها. بس اخيرا ناري بتتكلم وبتحكي ليه عن كل حاجه حصلت معاها ومع اختها يون.
سون. سون بتعيط لانها خلاص بتكون عرفت ان اختها ماتت، وفعلا بيكون تاي بيحرقها وبيحط الرماد بتاعها في فخار ما بين الالاف الفخارات اللي فيها رماد ناس كان قاتلهم. وبالليل سون بتاخد سم من ست عجوزه وتفضل تتدرب مع ناري على الطريقه اللي هتقتل بيها تاي. وتاني يوم بيطلعوا عشان يدوروا عليه، بس ناري بتكون نسيت الطريق فبتتضايق منها سون وبتجيب عصايه وبتضربها، لكنها لما بتهدى بتسالها ان كانت موجوعه وبتحط ليها مرهم وبتاخدها في حضنها وهي بتعيط زي الاطفال، وبتدي لها البان عشان تصالحها. وبيكون تاي رايح لهم البيت اصلا عشان يخلص عليهم، وناري وسون ماشيين بيلاقوا نفسهم وصلوا لبيت تاي فبيجروا عليه، وبتدخل سون جوه وبتنزل للقبو وبتشوف الفخار. اما ناري بتكون بره بتراقب الوضع، واول ما بتشوف تاي جاي بتصرخ عشان سون تستخبى، ولما سون بتسمعها بتحط السم في الميه بسرعه وبتستخبى. لكن قبل ما تاي يشرب بيروح عشان يقلل الشباك، وهناك بيشوف ناري وهي مستخبيه فبيطلع وبيجري وراها، وبتكون ذكيه جدا فبتخبي نفسها بورق الشجر. وقبل ما يقتلها بتقول له انها عارفه مكان الموبايل فبيسيبها وبتروح. بتكون سون خرجت فبتقول لناري من الشباك انها هتساعدها بس تبقى اختها الصغيره. وقبل ما تمشي مع تاي بتاخد قلم عشان تكتب العنوان لسون على ورقه اللبان وبترميها من العربيه. وبعد ما بياخد تاي الموبايل بيروح للمحطه عشان يديه لسانج اللي مستنيه. وقتها ناري بتسمع صوت سون وهي بتنادي عليها فبتستغل انشغال تاي وبتجري على سون، وبيفضلوا يجروا وتاي وراهم لحد ما بيقابلوا ناس لابسين لبس جيش فبيصرخوا عشان يساعدوهم، وفعلا بيمسكوا تاي عشان ما يروحش وراهم. وبعد مشي كتير بيكونوا جعانين، وسون بتفضل تعيط لانها خلصت كل فلوسها على التاكسي فبتقول لها ناري تستناها، وبتروح تسرق اكل وبترجع. وبعد ما بيخلصوا اكل بيتمشوا، وفجأة بيشوفوا تاي قدامهم، بس لحسن حظهم بيكون جنبهم اسم شرطة فبيجروا عليه، وتاي مش بيقدر يمسكهم من كتر تعب بيناموا. ولما سون بتصحى بتروح الحمام ومش بتكون واخده بالها ان تاي قاعد جنبهم، ولما بترجع بيكون تاي اخد ناري على اساس انه عمهم وساب ليها رسالة مع الشرطة فيها مكانهم. وبنروح لتاي اللي بيكون حابس ناري في العربية ورايح لمطعم امه عشان عزماه. يا سلام على البر والتقوى، بس تاي مش بيكون عارف ان امه وسانجا اخوه مجهزين ليه فخ عشان يخلصوا عليه. وفي وسط الكلام بنعرف ان تاي مش ابنهم، وانهم لقوه على باب جامع وهو صغير. وبيلاحظ تاي الرجاله اللي وراه وبيفهم اللعبه فبيقوم وبيخلص عليهم في كلمتين، وبيرجع تاني يقعد مع امه واخوه. لكن في راجل من الرجاله مش بيكون مات وبيجي لتاي وبيضربه في راسه لحد ما بيموت. بعدها بياخدوه عشان يحطوه في العربيه، لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا ناري اللي هم بتدخلها المطعم وبتقدم ليها اكل. واثناء ما الام بتتخانق مع سانجا عشان بتكون عايزه تربي ناري وهو بيكون عايز يخلص منها، بيدخل عليهم الوحش تاي ومش بيكون لسه ما ماتش، بيدخل وبيخلص على امه واخوه. وناري بتكون مرعوبه ومتسمره مكانها من الخوف. ولما بيجي الدور على ناري سون بتكون وصلت المطعم وبتقتل تاي بنفس الطريقه اللي فضلت تتعلمها مع ناري، وكده بتكون انتقمت لاختها. بعدها جريمه المطعم بتتأيد ضد مجهول، وناري وسون بيعيشوا مع بعض اخوات، وزي ما سون كانت متعوده تعمل مع اختها بتعمل نفس الشيء مع ناري، وبتروح تبيع خضار. وبعد ما بتخلص بتستنى بالعربيه لحد ما ناري ترجع من المدرسه، وبيفضلوا يغنوا سوا. وهنا بينتهي الفيلم.